الفنية لبطولة برشلونة معنا محمد باطاف لاعب أكاديمية نور جدة. أول شيء كابتن هارد لك الهزيمة، وكيف شفتوا مباراة اليوم؟ والله أول شيء الحمد لله على كل حال. ثاني شيء كنا ناقصين نحن في الفريق، فالعيال جو متأخرين عشان زحمة رمضان وزي كده، فيا دوب جينا ونبغى نعدل النتيجة بس ما قدرنا. والله الحمد لله على كل حال، إن شاء الله الجهات إن شاء الله أحسن. طيب كيف تشوف أدائكم في الملعب؟ كان مقنع ولا مو مقنع ولا؟ لا والله شوف، أنت لو جيت بداية في المجموعة المباراة الأولى حقنا، لو أنت جيت شفت كيف كنا لاعبين كاملين، والحمد لله يعني خرجنا فارق هدف قدام فريق كبير، بس ما قدرنا يا أخي نعدله. ودحين هنا جينا ناقصين وبرضه نفس الشيء ما قدرنا نعدل، دخل علينا هدفين غلطة. إن شاء الله خير إن شاء الله. شكرا لك. عفوا حبيبي. الفنية لبطولة برشلونة معنا المدرب عبد الله السدة، مدرب أكاديمية نور جدة. أول شيء هارد لك الهزيمة، وكيف تشوف مباراة اليوم؟ والله مباراة حلوة اليوم، الحمد لله على كل حال. بسم الله أول شيء كنا ماسكين اللعب، بس كان في أخطاء. الفريق زي ما قال الكابتن كان في لعيبة ناقصين، عندهم اختبارات حق قدرات جايين متأخرين، فهذا اللي سبب إيش؟ إنه الفريق الثاني سجل هدفين من أخطاء، ولا أكثر اللعب بين لعيبتنا وماسكين اللعب، فمع الوقت ما قدرنا نعدل النتيجة. المباراة القادمة مباراة مهمة لكم، لو انهزمتوا حتطلعوا، فايش بتقدموا في الملعب؟ المباراة الجاية إن شاء الله بنقدم، إن شاء الله بنسعى على الفوز. عندنا شباب كويسين، حتشوفوا إن شاء الله أداء مختلف وتنظيم أحسن للفريق، وحتشوفوا أداء متطور إن شاء الله. شكرا لك. عفوا حبيبي. من بطولة برشلونة الرابعة نستضيف الأخ تركي لاعب فريق الزيني. كيف حالك تركي؟ الحمد لله تمام. صاحب الهدف الأول ولا صاحب المستوى أنت؟ لا والله كان المستوى كله من جهة العيال طبعا، ثم لعبنا على تكتيك المدرب، لعبنا على أخطاء الفريق، وحاولنا نجيب الهدف الأول. صح إنهم كانوا ضاغطين بداية المباراة، بس حاولنا لعبنا انتهى الشوط الأول، سمعنا صوت المدرب وحاولنا نلعب على أخطائهم، والحمد لله توفقنا في المباراة. اللجنة الفنية لبطولة برشلونة معنا المدرب هشام صالح، مدرب أكاديمية الزيني. أول شيء مبروك الفوز، وكيف شفت أداء فريقك في الملعب اليوم؟ الله يبارك فيك. أداء مش مقنع، لكن الحمد لله على النتيجة. طيب يا هشام، 6 نقاط في البطولة، فين تتمنى توصلوا؟ أكيد النهاية بعد كده ربك يوفقنا في الكاس إن شاء الله. كلمة توجهها للاعبين؟ والله الانضباط، لأن الفترة الأخيرة تعرف اللعيبة صغار السن الواحد يعاني معاهم في الانضباط، لكن إن شاء الله الانضباط في الملعب والأداء يكون أفضل، ونقدم مباريات أفضل من كذا. شكرا لك. العفو. اللجنة الفنية لبطولة برشلونة معنا المدرب محمد السدة.